باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة وحو بابي هاي النهي ريبد الاسكر عن مس الذكر حبنك ترنك إن لا تهابطه باليمين قعدت لو تهابطه عند الحاجة عند قضاء الحاجة ما كان لدنا قدنا أما لا استيجسان أما لا سحروني أخبرنا يحيى ابن درست الهاشمي قال أخبرنا أبو إسماعيل إبراهيم عبد الملك باليراده وهو القناد باللقب كسان لو يقنا قال حدثني يحيى بن كثير الطائي أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه حديث وكتب عن أبيه أبو قتادة حارث بن الربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم متكين هدوك هاجو أما أكاجيو فلا يأخذ يوسن قبن ذكره حبنك سترنك بيميني قعنتا يوسن قبن ظاهر النهي والتحريم وأنا سيدا مرجحة في الأصول نهي صور مطلق مجرد عن القرائن إنه تحريم فائديه لكن جمهورته أولا حديثا كتمد وأنا صوم الري حتى في 40 أو في العمدة صوم الري قاعدة جمهورته ليه وحيابها عادات كأي أخلاق كأي كل مادة معاملات كأي كل مادة هي باب الأدب وحيكون حنباران نهي إرشاد وأدب ما يكون حنباران تحريم نمجليان مركب إنه باب كويم وفي باب العبادة وصل كثمانين أكتوضة وقارنة صارفة للنهي عن التحريم أمركم إنه كويم في باب الآداب والعادات وكويم في الباب الآداب عفوا وقارنة صارفة للأمر عن الوجوب ساسي مركز كا بغاطيتنا مالك جمهورته وأنا أرن بها إن لقى نقاشو لقد ديده إطلاق أسرع